ودي شربوش بدون مبالغة يا جماعة، يعني معدي النص كيلو. ده الشربوش اللي فوق الربع كيلو. وادي الشربوش بصوا قد ايه، والكاميرا مش عاطيه حقه كمان. يعني انا هحاول اسلكه كده واحطه له على ايدي على كف ايدي عشان تشوفوا حجمه قد ايه. معدي كف ايدي بكتير طبعا، ومعدي نص كيلو. واكل على المكنه، على السلاح اللي فوق، وعلى الدود النار. تقيل، سحبني زي الميرة بالظبط. الناس اللي بتصطاد عارفة سحبة الميرة. طبعا كل سمكة وبيبقى لها شدة معينة في ايدك. والسمك الكبير بيفرق طبعا عن السمك اللي اصغر. الميرة ليها شدة معينة بتحسها في ايدك. المرمار، الدنيس، الدملكة بتاعت الدنيس والدكة بتاعت الدنيس اللي الناس عارفاها طبعا الصيادين. شربوش ما شاء الله زي ما احنا شايفين كده. بص يا جماعة، على كف ايدي اهو ما شاء الله، داخل على الضوء النار. خليك معايا زي ما قلنا دايما وبنقول في كل فيديو بيصادفنا السمكة دي. دي الجلخ اللي صورناها قبل كده كذا مرة. انتشرت في الساحل يا جماعة بطريقة رهيبة، يعني نشرت بكثرة جدا. والملحوظ بقى ان احجامها بتكبر. داخل على عقر. طبعا انا مستهدف المرمار، مستهدف الدنيس بالليل، فتبص تلاقيه مالي الساحل، شواطئ وبحيرات. يعني الموضوع بقى خطر. يعني طبعا الزعنفة السوداء دي اللي احنا بنحذر منها، اللي فوق اللي احنا شايفينها دي هي اللي فيها السم. فاللي مناعته كويسة برضو مؤذي جدا. مناعتك كويسة هتبص هتلاقي لا قدر الله بيبقى مطرح الضربة بتاعته بتاعت الشوكة دي. طبعا زي ما احنا شايفين هو شكله بني مخطط ببيج، واخد شكل القرموط بالظبط. يعني نفس الستايل بتاع القرموط بالظبط، حتى من فوق اهو كده. الديل نفس ديل القرموط. بنحذر منه دايما عشان في ناس بتحسبه مكرونه وبتمسكه. الشوكه دي لو ضربت اي حد مؤذيه جدا جدا جدا. ولو لا قدر الله مناعتك مش كويسه، الموضوع هيخش في حته تانية، يعني هيروح لحته تانية. يعني لا قدر الله بعيد عن اي حد يا رب. ادي شكله اهو كده زي ما احنا شايفين، ناخدوا بالنا منه قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشتركي القناه ومشاهدي القناه، السلام عليكم ورحمه الله. تحياتي لكل مشاهدي القناه، مشتركين ومشاهدين. بنرحب بكل الاعضاء الجدد المتابعين في القناه ومشتركين في القناه. بشكركم كل الشكر لاشتراككم في القناه. اتاخرت عليكم لسببين. السبب الاول دوشه الشغل. تاني سبب ان النوات كانت ورا بعض، ضربت اسكندريه كتير، ضربت الساحل كله. طبعا الناس الاسكندرانيه عارفين وقت النوات طبعا بيبقى الصيد صعب جدا. يا دوبك النهارده كان اليوم عدل، وهنشوفوا الحال الجو ايه وهنتكلم فيه ان شاء الله. الفيديو ينال اعجابكم. دايما اثبت وجودك بلايك او بتعليق. الحمد لله بدون استثناء كل اللي في الناس اللي مشتركه ومتابعه القناه ناس محترمه، بتشرف بيهم. ويلا بينا اكتبوا التعليقات وهرد عليكم زي ما انا قلت لكم من 5-6 شهور ان اليوتيوب. انا تواصلت مع موظف اليوتيوب قال لي ان التعليقات هتبقى من صاحب المحتوى بالفويس. يعني حضرتك هتكتب التعليق هتلاقيني برد عليك، وده بالفعل رديت على تعليقات قديمه، على فيديوهات قديمه تعليقات جات لي ورديت بالفويس. فيلا اثبت وجودك بالتعليق او باللايك. ما تنساش دايما اللايك عشان الواحد بيبذل مجهود عالي جدا. بيحس فعلا بتفاعل الناس، بيحس انه نجح. وطبعا منتظر منكم اللايكات والتعليقات. ويلا بينا نشوف النهارده احنا عملنا ايه. والمكان كالعاده مكان ممنوع. انا يا جماعه 90% من الاماكن اللي انا بروحها ممنوعه، وقلت الاسباب اللي بتخليني اروح الاماكن الممنوعه ليه. طبعا عشان الغزل، وعشان الناس بتوع السريحه بتاعت الزريعه اللي بيخربوا الثروه السمكيه. فطبعا الواحد بيدور على اي مكان يبقى فيه موجود سمك وما فيهوش غزل، وما فيهوش الناس اللي بتسرح وتاخد السمك الزريعه ده اللي بيهدروا الثروه السمكيه بنسبه 100%. منهم لله. المفروض الموضوع يتقنن، واتكلمنا في الموضوع ده، وان شاء الله هنتكلم تاني في الموضوع ده بشكل خاص. يلا بينا بقى، طولت عليكم. يلا بينا نتفرج على الفيديو ان شاء الله ينول اعجابكم. ما تنسوش الحصيله هنشوفها في اخر الفيديو، وبقى الله هنستمر ان شاء الله وهنتواصل مع بعض. يلا بينا. حال البحر النهارده او حال الجو النهارده، طبعا ما اظنش ان في بطاطا تخش خلاص. الشهر اللي فات طبعا زي ما احنا عارفين وفاهمين ان البطاطا دايما
مرتبطة بدرجة حرارة المية. زي ما احنا شايفين المية اهي، ودرجة حرارة المية النهاردة 17، فما اظنش ان احنا هنلاقي بطاطا. الريح، ضربات الريح 5 و6، ارتفاع الموج حوالي 50 سنتي. طبعا احنا قاعدين في جنب، والجنب التاني طبعا الموج واضح عن هنا شوية، حوالي نص متر، والتباعد بتاع الموج حوالي كل 7 ثواني. طبعا احنا نازلين قبل النوى نشوف المية فيها ايه. الريح قبلي، ودايما في الساحل القبلي بيشتغل كويس. ان شاء الله نقدم لكم فيديو حلو. زي ما احنا شايفين اهو، ضربات الريح هتوصل الساعة 12، احنا الساعة 9 دلوقتي صباحا. الساعة 12 هتوصل 18 ضربات الريح، انما الجو النهارده عدل والبحر حلو. ربنا يكرمنا ان شاء الله. يلا بينا. زي ما احنا متعودين دايما بنشوفه كبشه من الطعم اللي احنا هنشتغل بيه، ده اللي بيتقال عليه عقر، بس هو مش عقر. ده يا جماعه جمبري، اللي هو الروز ده جمبري اكل، بس احنا مضطرين ان احنا نصطاد بيه لان هو اللي موجود في السوق. بس العقريه العقريه الصح اللي تلاقيها غامقه زي دي، ده فيه وحايد كده عقر. طبعا الطعم بيفرق زي ما احنا عارفين، في اي صيد او في اي رحله صيد الطعم بيفرق. يعني لما اصطاد بالجمبري الاحمر ده مش هيبقى زي العقرايه الرصاصي اللي هي عاطيه على اسود، يعني حاجه كده، يعني حاجه زي كده يعني، او انا مش لاقي حتى يعني بيبقى قريب من ده، وبيبقى اغمق طبعا شويه، اغمق من ده شويه كمان. بس دي العقرايه مش الاحمر ده. وجايبين طبعا دود نار هنشتغل بيه بالمكنه. المكنه عاملين جوز فوق حوالي شبرين، القامه شبرين، شعر 25. مكنه طبعا 5000، البوصه 3 متر 60. الشعر اللي على الاساسي اللي على المكنه 30. وزي ما احنا شايفين كده، ده اللي احنا هنشتغل بيه، الدود للمكنه والعقر للجوز الواسع. سلاح 6 هحطه في المكنه، وفي البوصه العاديه سلاح 6. وتعالوا بينا بقى كده نجرب ونشوف هنعمل ايه. الشراغيش التقيله اللي هي فوق القربع زي ما احنا شايفين اهو، واكل على العقر، على الجوز الواسع جنب الوعر، زي ما احنا شايفين اهو. ما شاء الله، ما شاء الله. شروش داخل على النص كيلو، داخل على العقر، على الوعر على طول، قاعد على الوعر. العيار حوالي تقريبا مترين. زي ما قلنا ان مفيش سمك صعب صيده، بس اهم حاجه طبعا بنشغل دماغنا نعرف سلوك السمك زي ما احنا قلنا. بص بالع، عشان نعرف نتعامل مع السمك ونعرف نوقعه بسهوله. زي ما احنا شايفين المرمار احجام الجامب طبعا داخل على طول النار، وعلى المكنه على السلاح اللي فوق. سلاح 6 كفته. يعني بيبقى كبير شويه ال6 كفته على المرمار، بس في مرمار بيبقى خشن زي ما احنا شايفين كده. ده يا جماعه بدون مبالغه 5 في الكيلو او 6 في الكيلو المرمار ده. ان شاء الله هنصور لكم حاجه وهي طالعه من الميه، خليك معايا. وادي الشربوش اللي احنا خدناه من شويه. زي ما احنا شايفين اول 3 رميات. الشروش ده الكبير بالمكنه زي ما قلت لكم، واكل فوق على سلاح 6 وبالدود النار. ترميل 25. المرمرايه دي بالمكنه، مرمرايه خشنه. الشروش ده بالجوز الواسع سلاح 6 برضو، بس البوصه العاديه حاطط لها عقر طبعا. بصوا يا جماعه المكنه تقريبا شروش. انا يعني ماسك التليفون ويا دوبك عامل القرمه على قد ايدي اسحبه، يعني انا شروش واكل تحت زي ما احنا شايفين اهو. بس ده حجمه صغير بالنسبه للي احنا شفناه، يعني ده اقل من الربع زي ما انت شايفه، على دود النار واكل تحت. خليك معايا. بندكك طبعا العقرتين بالطريقه دي زي ما احنا شايفين في السلاحين واسعين، وبنرمي على الوعر. تعالوا كده نرموا. كنت اتمنى طبعا ان العقر ده يبقى عقر اصلي
والعقر الاصلي يا جماعه اللي هو بيبقى الغامق، اللي هو رصاصي مدي على مسود شويه. انما الروز ده اللي هو المحمر شويه ده اللي احنا بنقوله عليه عقر، ده مش عقر. يعني العقر الاصلي اللي هو الغامق. كنت اتمنى طبعا ان الشراغيش بتعشقه وبيبقى جلس، يعني ماسك نفسه عن الروز ده. تعال نرمي كده ونشوف هنعمل ايه. طبعا انا رامي على على وعرايه، يعني انا رامي تحت مني كله وعر. انت لو طبعا بتتفرج على شاشه كبيره هتشوف الفيلم، انما طبعا لو على الموبايل يعني ما اظنش ان انت ممكن تشوف الفيلة. طبعا الشراغيش من الاسماك اللي سهل صيدها برضو جدا. يعني ليه؟ الشراغيش ما بتهزرش. طبعا بتكلم على الشراغيش اللي هي الكبيره طبعا، انما الجناشير اللي هي الشراغيش الصغيره الرفيعه دي تقعد تنقر في الطعمايه. انما الشراغيش الكبيره صريحه، يعني ايه، تاخد الفله وبتنزل على طول، ما بتتفهمش يعني. بس وطول ما انت عايز تستهدف شراغيش دايما قرب جنب الوعر، لان هي بتحب طبعا بتسكن الوعر يعني. والشراغيش ملهاش مواسم، يعني موجوده معاك من السمك اللي موجود معاك طول السنه. زي ما انت شايف كده الاسماك اللي احنا بنحذر منها دايما زي الجلخ. بص بالجوز وداخل على دود النار. ده قراد يا جماعه اللي دايما بنحذر منه زي ما بنحذر من باقي الاسماك السامه. ده من اخطر الاسماك السامه في البحر المتوسط. وزي ما احنا شايفين كده داخل على الدود، واتنين جوز مع بعض وقد بعض. دايما بنحذر منه في الناس اللي بتحب تاكل بسارية. الاحجام اللي اصغر من دي يا جماعه بتبقى مدسوسه في البسارية ومحدش بياخد باله. فرجاء اللي بيفرز البسارية يفرزها كويس جدا، ويبقى متاكد ان الكائن ده الخطر ده مش موجود. القراد ده طبعا سام جدا، وياما اذى ناس وتسبب في وفاة ناس كتير زي ما احنا شايفين اهو بالجوز. زي ما بنحذر من الجلخ بنحذر من القراد. زي ما الصيد بنقول وله فوائد كتير، الا انه في مخاطر لازم ناخدوا بالنا منها كويس جدا ونركز فيها. ده شكله اهو زي ما احنا شايفين. الاصغر منه اللي قد الصوبع ده بيبقى مدسوس في البسارية، الناس اللي بتحب البسارية. فخلي بالكوا حذار يا جماعه وانتوا بتنقدوها. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. بمناسبه الشراغيش يا جماعه لازم ترمي يبقى تحتيك وعر. هي ليها اصول وهي ليها سلوك، بتحب الرغاوي وتحب البحر العالي. اخدت غطسه اهي حلوه، دي اكيد شراغيش، اكلة شراغيش. ما شاء الله ما شاء الله. شراغيش اهو لسه جاي بنجيبه سيرة الشراغيش لان الميه معكره وانا برمي على وعر. ما شاء الله شراغيش حلو زي ما احنا شايفين كده. بالع العقرايه، انا راميله بالعقر وبالجوز الواسع زي ما احنا شايفين اهو. السمك الشراغيش من الاسماك المعمره. يعني ايه المعمره؟ يعني موجوده معاك طول السنه. والشراغيش الكبيره تلاقيها دايما حاويه على الوعر، يعني بتعيش في الوعر وبتبلع. صريحه، سمكه صريحه مش متعبه يعني. يعني هي بتاخد الفله وبتنزل. ما عدا الجناشير طبعا، الجناشير اللي هي الصغير بتاعها ده طبعا بيقعد يقرقط في الطعمايه. انما الشرغوش الكبير ما بيهزرش. بص بالع، يعني زي ما انت شايف كده بالع. كل الشراغيش الكبيره كده. الجناشير هي اللي بتضايقك شويه، انما الشراغيش الكبيره موجوده زي ما احنا شفنا النهارده. اللهم لك الحمد طبعا. اللهم لك الحمد. زي ما احنا متعودين في نهايه كل فيديو بنشوف الحصيله. زي ما احنا شايفين الحصيله اللهم لك الحمد، حصيله ممتازه. الشرغوش ده معدي النص كيلو زي ما قلت لكم. تخيل بص المرمار جنبه عامل ازاي. المرمار يا جماعه الكاميرا مش عاطيه له حقه خالص. المرمار ده جنبه بمنتهى الامانه وبدون مبالغه زي ما انا قلت لكم 5 6 في الكيلو. ما شاء الله يعني. المرمرايه زي ما احنا شايفين اهي. الشرغوش طبعا اللي معدي النص ده دول اربع شراغيش اربع. ان شاء الله هنتقابل قريب وهنستمر. ما تنساش تثبت وجودك بلايك او بتعليق، وهتلاقيني برد عليك بالتعليق بالفويس بعد التحديث اللي عمله اليوتيوب اللي انا قلت لكم عليه.
اتمنى من المولى عز وجل ان الفيديو يكون نال اعجابك. انتظر ان شاء الله الجزء الثاني خلال يومين او 3 على الاكتر، واتفرج بقى على السمك ده كله وهو بيطلع من المية. يلا بينا نشوف مقطع من الجزء الثاني. نتقابل على خير. السلام عليكم ورحمة الله. طبعا لازم اوريكم حجم المرمار ده عامل ازاي. بص كف ايدي بالع على المكنة واكل عدود النار. بص الحجم، بص المرمرة عريضة ازاي. واحدة اختها اهي كمان، ده دلوقتي على طول حالا يعني اهي زي ما احنا شايفين اهي. مرمار بالع بالع. بصوا يا جماعة الحجم ما شاء الله. ادي كف ايدي اهو. يلا بينا نشوف هنعمل ايه.